السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بسكوت النواعم بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهقولك على كل البدائل اللي تقدري تستخدميها في البسكوت. تستخدمي زبده، تستخدمي سمنه. هقولك كمان ايه المقدار اللي احنا عملنا بيه السنه دي، علشان طبعا الاسعار غاليه قوي، فعملنا بمقدار يكون اقتصادي شويه. بس لو انتوا لسه جديد في القناه بتاعتي، فضلا وليس امرا اتمنى تشتركوا في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، ولايك وشير الفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، يلا بينا نبدا على طول. انا عندي هنا نص كيلو من السمنه، جبتها كده. اهم حاجه ما احطهاش في التلاجة ولا اي حاجه طالما الجو لسه ما حررش قوي، ما احطهاش في التلاجة علشان خاطر تبقى بدرجه حراره الغرفه. وبعدين ابدا كده اضربها بالمضرب السلك او مضرب كهربائي لو انت عندك، او لو ما عندكش خالص هتعمليها بايديكي زي ما انا بعملها كده. انا عملتها السنه اللي فاتت معاكم بالمضرب الكهربائي، بس ان السنه دي هعملها بايديا علشان خاطر اللي ما عندوش مضرب ولا اي حاجه يقدر يعمل البسكوت النواعم اللي بيبقى طبعا سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه. هفضل بقى افك السمنه كده بايديا واعملها كور لحد ما تبقى ما فيش اي تخريزه منها كده، وخفيفه خالص، وبقت هشه كده. بتاخد حوالي من 5 ل7 دقايق بس وانتي بتعمليها بايديكي. وبعدين بعد كده هبدا بقى انزل ب4 بيضات. بيضة انا هعمل نص كيلو من السمنه، هحط عليهم نص كيلو من السكر، هحط عليهم 4 بيضات، كيس بيكنج باودر، و4 اكياس من الفانيليا. دي كل المكونات بتاعتي اللي انا هعمل بها البسكوت. النهارده هنعمله بالمكونات الاقتصاديه دي عشان خاطر الاسعار غاليه أوي. تقدري تستبدلي السمنه بتاعتي بزبده فرن او زبده يوزلندي لو انت عندك. تقدري كمان تضيفي بدل 4 بيضات تضيفي 8 بيضات او 5 او 6. بس احنا هنعمله ب4 بيضات بس، وهوريكم النتيجه بتاعته ما شاء الله طالعه جميله جدا. بعد بقى ما دوبت البيض بالسمنه كويس، هبدأ بقى انزل بنص كيلو من السكر البودر. تقدري تطحنيه في البيت، مفيش مشكلة خالص، او كمان تقدري تشتريه جاهز. وبعدين ببدأ انخله عشان لو في اي تكتلات بنشيلها من العجينة بتاعتنا عشان ما تخرصش في العجينة بتاعتنا. هنزل بقى كمان ب4 اكياس من الفانيليا. تقدري تستخدمي فانيليا سايلة او تقدري تستخدمي فانيليا بودر، بس بصراحة الفانيليا بودر بتديكي نتيجة احلى. هندوب بقى السكر مع البيض وكمان السمنة كويس، وبعدين هننزل عليهم بكيلو وربع من الدقيق. انا عندي عامله النهارده المقدار بياخد كيلو وربع من الدقيق. تقدري تستخدمي تحطي 3 كيلو، بس البسكوته تبقى دلعه شويه، لان في ناس كتير بتقولك احنا عملناها ب 3 كيلو دقيق. ده يحس ان البسكوته بتطلع تخينه شويه وكمان بتطلع دلعه. لكن المقدار ده مظبوط، والنتيجه باذن الله هتعجبك وهتعتمديها على طول شهر رمضان. وفي كمان الايام العاديه. هنبدأ بقى نلم العجينة بتاعتنا كده ونعجنها كويس مع السمنة. متاخدش عجن كتير قوي علشان العجينة ما تبقاش لها عرق معانا، احنا يا دوبك بس بنلف السمنة والبيض والدقيق كده مع بعضهم. طيب بعد ما عجنا كده، لو لقينا العجينة بتاعتنا مفتفتة شوية زي ما انتوا شايفين كده، هنبدأ نجيب كوباية كده من بتاعة الشاي مليانة عصير برتقال، او تقدري تجيبي كيس تانج او فروتشي وتدوبيه كده بطعم البرتقال، وتدوبيه في قلب كوبايه ميه زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين تلموا العجينه هتطلع معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا احتاجت معايا كوبايه واحده بس من العصير. طبعا ده بيرجع لاختلاف حجم البيضه، كبيره او صغيره، وكمان علشان احنا حاطين 4 بيضات بس. بعد كده بقى عايزه انكهها كده باي طعم. انا حطيت لها هنا معلقتين 2 من جوز الهند. تقدر تستغنى عن جوز الهند لو انت مش بتحبيه، دي اضافات مش اكتر. وكمان تقدر تستغنى عن عصير البرتقال وتحطي ميه، مفيش اي مشكله خالص. بعد كده بقى احط العجينه بتاعتي في المكنه على طول، وهبدا بقى ارصها في الصاجات زي ما انتوا شايفين كده. وانا النهارده هعملها في فرن اللي هو الغاز، مش في فرن البوتاجاز. انا عملت معاكم قبل كده البسكوتات وقراقيش اللي نزلتها قبل ديت، كنت منزلاها وعاملاها في الفرن الغاز. نفس الطريقه بالظبط، ما بتختلفش اي حاجه خالص. وبالنسبة للتسوية بتاعة البسكوت، بياخد نفس درجة الحرارة بتاعة الكيكة، درجة حرارة هادية. وبتسيبيه كده الصاج بياخد حوالي من 10 دقايق ل15 دقيقة في الفرن، مش أكتر من كده، علشان خاطر يطلع معاكي متحمص كده ومقرمش وجميل. أول ما بيطلع بيبقى طري. بعد كده بتسيبيه بقى لمدة دقيقتين 3 كده على ما الصوص بس يهدى، وبعدين بتبدأي تحركيه كده، وبعدين تعبيه على طول.
ده شكل الصاج بتاعنا هو لسه في الفرن. اهم حاجه ان احنا لازم نغيره كل شويه، كل دقيقتين 3 كده نغيره عشان يطلع البسكوت بتاعنا كله لونه موحد، وعشان خاطر القاع والوش كمان يطلعوا بنفس درجه اللون، ما يطلعش مثلا واحده محروقه وواحده لا. ده خد حوالي 15 دقيقه الصاج ده بتاعي. وبعدين ده شكله اهو بعد ما خرج على طول، بتسيبيه اول دقيقتين 3 كده، وبعدين بمعلقه كده او بايديكي لو درجه الحراره مش عاليه قوي تبداي بقى تحركيه، بيطلع معاكي بكل سهوله اهوت. مش لازق، مش تخين، مش مثلا مش مخرفش، لا مخرفش اهوت، اللي هو البسكوته المخرفشه جميله جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. ما شاء الله عليه، طالع ممتاز بنسبه 100%. جربوه بالطريقه دي وباذن الله هيعجبكم. بعد كده بقى بنبدأ نعبيه معانا في علب بلاستيك كده، بنبدأ نعبي فيها. او تقدري تجيبي مثلا اي حاجه هتعبي فيها عندك، بس ما تكونوش هتحركيه كل شويه علشان بيكسر معانا لانه هو بيبقى دايب. هنحط في قلبها كيس كده، وبعدين نمسك البسكوت بتاعنا على طول ونبدأ نرصه كده، ونسيبه بقى كيس مفتوح لحد اخر اليوم على ما يطلع اي نسبه درجه حراره دافئه او اي حاجه موجوده فيه. وبعدين اخر النهار بنروح رابطين الكيس وشايلينه، ولما نيجي ناخد منه ناخد، وبعدين نبدأ نقفل الكيس تاني ونقفل عليه العلبة بتاعتنا علشان يفضل مقرمش وجميل ما يطراش معانا. ده شكل البسكوت بتاعنا بعد ما خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى النهارده ما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، ولايك وشير لو الفيديو عجبكم. دمتم في رعايه الله وفضله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.